أنا جاي أتكلم النهاردة عن سالي الجباس. طبعا كلكم عارفين سالي الجباس، المحامية الشهيرة بتاعت الإسكندرية اللي خنقت والدتها وقطعتها وحطتها في أكياس. وبجد بعد ما شفت لها لقاءات وحوارات وبعض المقاطع اللي جت على شاشة التلفزيون وهي بتتكلم عن حقوق المرأة وهي بتتكلم عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يعني استغربت. انتوا بتطلعوا الناس دي في التلفزيون على اساس ايه؟ يعني انتوا بتستضيفوهم على اساس ايه؟ يعني واحدة زي دي هل تأكدتوا من خلفياتها؟ عايشة ازاي؟ متجوزة كم مرة؟ مشطوبة من نقابة المحامين ولا لأ؟ يعني أنا اللي سمعته إنها مشطوبة من نقابة المحامين لأنها اتهمت بتمويل خارجي. اتهمت بتمويل خارجي. ومع ذلك طالعه تتكلم عن حقوق المراه وطالعه تتكلم عن قانون الاحوال الشخصيه الجديد. انتوا بتطلعوا اي حد، يعني اي حد يخبط على بابكم يقول لكم انا محامي بتطلعوه يتكلم في مواضيع مهمه تخص المصريين. يعني دي هي نوعيه الناس اللي انتوا بتطلعوها على التلفزيون تتكلم في قانون الاحوال الشخصيه الجديد. وبعدين اللي بيقولوا انها كانت مضطربه عقليا، او بعض زمايلها اللي بيقولوا انها كانت نفسيتها تعبانه او ما كانتش في كامل قواها العقليه او كانت تعبانه نفسيا. ده بجد يعني هي قتلت والدتها وقطعت اجزائها من رجلين لايدين لراس وحطتهم في اكياس، وضيعت معالم الوجه بعد ما حرقته، وبعدين حطته في كيسه وحطته في التلاجة. كل ده كانت مغيبة عن الوعي. عملت كل ده وهي مغيبة ومش عارفة هي بتعمل ايه، وكانت مضطربة نفسيا. يعني بجد مش قادره اصدقكم. وبعدين لما جارها خبط عليها وشم الريحه وقالت له لا اصل انا عندي ريحه حاجه في الشقه وهنضفها، وطالعه بكامل اناقتها وشياكتها، كانت برضو مش ده بعد ما قتلت والدتها، برضو ما كانتش في كامل قواها العقليه. انتوا بتحاولوا تطلعوها براءه؟ يعني انتوا بتحاولوا تعملوا ايه؟ وبعدين احتفظت بالتليفون اللي عليه الجريمه. احتفظت بالتليفون بعد ما هربت اللي عليه الجريمه. يعني هي ممكن تتجاب، هي محاميه وعارفه انها ممكن تتجاب من خلال التليفون. هي احتفظت بالتليفون ليه؟ علشان مصوره مثلا عليه الجريمه وحبت تبيعها للدارك ويب؟ يعني بجد فهمونا ايه نوعيه الناس اللي انتوا بتستضيفوها على التلفزيون ديت، وبتتكلم في حقوق المراه وبتتكلم في قانون الاحوال الشخصيه الجديد. وبعدين حقوق مرأة ايه؟ حقوق مرأة ايه؟ ده هي متجوزه 4 جوازات، متجوزة 4 جوازات وفشلت فيهم. يعني وكل جوازة بتخلف منها وبتسيبهم لطليقها. يعني انا معرفش انتوا بجد بتستضيفوا الناس دي على اساس ايه. وبعدين المرضى النفسيين اللي بيقولوا انها مريضة نفسيا، والله انتوا لو قلتوا عليها مريضة نفسيا انتوا مرضى نفسيين اكتر منها.